بيبدأ الفيلم مع الواد الفرفور ده اللي اسمه فيكرام. واد نحس طول حياته والدنيا بتلطش فيه من وهو عيل صغير، وهو بره بيلعب مع أصحابه بالصدفة قطع خيط طيارة ورق بتاعت عيل تاني، فخد قلمين على وشه في ساعتها. الواد وشلته قعدوا يتريقوا عليه، وفيكرام قال لهم بتضحكوا؟ طيب أنا هنده لكم أخويا روني. وفعلا روني بيظهر لهم في ثواني. الواد بص لروني وقال له ايه ده، جايب اخوك الصغير يحارب مكانك ولا نروح نغير له البامبرز؟ فروني بكل جدية قال له لو كنت ضربتني انا كنت فوتها لك، لكن انت مديت ايدك على اخويا وانا دلوقتي هغير لك ديكور وشك كله. والخناقة بتبدأ وروني بيمسح بيهم الارض كلهم، بيمسك يعلمه الادب. وفي الاخر الاب بيتعب وينهج من كتر الضرب، وروني مش حاسس بأي حاجة خالص. وبعد كده بيجي عمهم ويقول للأب انت بتعذب ابنك كده ليه؟ فالأب قال له انت بتسمي ده عذاب؟ ده بالنسبة له ولا حاجة، وروني أصلا مش بيحس بده. فقال له بس ابنك ما عملش حاجة غلط. فالأب قال له حتى لو فضلت أضربه من دلوقتي لحد الصبح مش هيفرق معاه. نرجع لفيكرام وروني. فيكرام لسه عمال يعيط، وروني بصله وقال له انت اللي انضربت يا صاحبي، بتعيط ليه انت دلوقتي؟ وطبعا فيكرام كان حاسس بالذنب. وفي يوم من الايام ابوكم مش جاي لانه في المستشفى، وفي الطريق بيشرح لهم اللي حصل. كان في عصابة عاملة مشاكل جامدة في المنطقة، وابوهم خرج لوحده ووقف قدامهم زي الاسد وحاربهم بقوة لحد ما ضربوه بالنار في قلبه بالظبط. والراجل حتى ما تهزش وفضل يقاوم وفضل صامد لحد ما كل شخص في القرية بقى في أمان. وساعتها بس سمح لنفسه يقع، وأخدوا أبوهم جري على المستشفى، وهو طلب يشوف ولاده روني وفيكرام. لما بيوصلوا هناك فيكرام بيفضل يعيط وكان منهار، وروني واقف مكانه متجمد تماما. فالأب بيشاور لروني يقرب ويقول له روني خد بالك من أخوك الكبير، هو واد حنين وغلبان ومش بيستحمل الحاجات زي ما انت بتستحمل، خد بالك منه وكبره بنفسك. فروني قال له حاضر يا بابا. وفي ثواني الأب بيموت. ومن اليوم ده وطالع روني بقى هو اللي بياخد باله من فيكرام. دايما بيروحوا يتفرجوا على أفلام كوميدية مع بعض، بس فيكرام بينتهي بيه الأمر إنه بيعيط في كل مرة حتى والأفلام الكوميدية شغالة على الشاشة، أصله حساس قوي. وفيكرام لسه دموعه نازلة بيخرج بره علشان يشرب حاجة، فبيقابل بنت اسمها سيا. بتقوله ايه اللي جرالك؟ قال لها أنا بعيط بسبب الفيلم اللي جوه. فقالت له الفيلم ده كوميدي جدا، ما تخليهوش يأثر عليك، ده مجرد فيلم. هو لسه هيخبط في راجل ووقع الأكل كله على هدومه. الراجل زعله وقال له جرى ايه؟ انت اعمى ولا ايه؟ ففيكرام قال له انا اسف جدا. فالراجل قال له اسف؟ انا هعمل ايه بكلمة اسف دي؟ فسيا بتتدخل وتقول للراجل اهدى، هو ما كانش يقصد. بس الراجل رخم قوي بيزق فيكرام ويقول له انت هتفضل واقف كده وتتفرج؟ فروني بيظهر في الوقت المناسب بالظبط بجسم ضخم ودراعات باين عليها تقدر تعمل دمار شامل. بيمشي بهدوء وبيقول في ايه اللي بيحصل هنا؟ فيكرام قال له انا كبيت الاكل على الراجل ده بالغلط. وروني لف ليهم وقال لهم غلطتنا يا جماعة، حقكوا علينا. ومسك اخوه وبدأوا يمشوا. بعدين روني بيلمح دم على ودن فيكرام وبيقول له استنى كده، ده دم؟ قولي مين اللي ضربك. فيكرام بيحكي له اللي حصل. فروني قال له يلا بينا. فيكرام قال له تمام. لكن روني بيلف ويرجع ومن غير ولا كلمة بيكسر سنان أول راجل ويكسر التاني خالص. فسيا بتتفرج على الحوار كله وهي مصدومة وفاتحة بقها، وطبعا وقعت في حبه فورا من أول نظرة. وتاني يوم عمهم بيظهر وبيقول لفيكرام أنا قدمت الورق بتاعك خلاص، أنت هتشتغل ضابط في اسم الشرطة. فيكرام قال له ضابط؟ ضابط مين؟ أنا بخاف من الفيران اللي في بيتنا، خد روني هو اللي معمول للشغلانة دي. فروني قال له ما ينفعش، أنا عندي 32 قضية ضدي خلاص. فالعم قال له بقوا 33 بعد اللي عملته امبارح. ففيكرام قال له وهي القضايا دي كلها بتاعت ايه اصلا؟ فالعم قال له كل واحدة فيهم بسبب انك كنت بره واخوك بيجي ينقذك يا عبقري. اسمع يا فيكرام، انت دلوقتي بتخاف من المجرمين، بس اول ما تلبس اليونيفورم ده المجرمين هما اللي هيشوفوك ويجروا منك زي الفئران ويخافوا. وفعلا فيكرام بيسمع الكلام، وروني بيوصله في اول يوم شغل ليه. وفي الاسم المأمور بيدي لفيكرام شويه ورق ويقول له يوديهم لتريباتي. بعدين ومن حيث لا ندري بيظهر مجرم اسمه ايبيل مع شلته كلها، وبيولعوا في راجل بره الاسم في عز الظهر، وبيدخلوا جوه الاسم كانهم اصحاب مكان. ايبيل بيقف في وش تريباتي ويقول له الراجل ده لقاني في بيته واعترض، فقررت اقتله قدامكم كلكم. وبعدين بيلف ويمشي بكل برود. فيكرام بيبص للمأمور ويقول له انتوا هتسيبوه يمشي كده عادي؟ فالمأمور قال له قبل ما يجي هنا تريباتي كتب تقرير ضد ايبيل، فايبيل بعت واحد من رجالته اسمه باجو وقتل بنت تريباتي كنوع من الانتقام. اوعى تفكر حتى تروح وراه.
فيكرام بيرجع للبيت بالليل وبيحكي لروني كل حاجة، وروني قال له محدش هيقدر يلمسهم لأن في حد قوي جدا هما مسنودين عليه من فوق ومحدش يعرف الشخص ده مين. وفي نفس الوقت إيبيل بياخد رسالة من الراجل اللي بيحركه من ورا الستار واسمه أبو جلال. الرسالة بتقول محتاجين عائلات كتيرة الفترة الجاية، فأبو جلال ده هو أكبر إرهابي في العالم. راجل ما يعرفش يعني إيه رحمة خالص، هو بيستخدم إيبيل علشان يخطف عائلات كاملة من الهند ويشحنهم على سوريا عشان يستخدمهم في التفجيرات بتاعته. وفي نفس الوقت تقريبا سيا بتحاول تعمل مكالمة بس مفيش شبكة، فبتقف في نص الشارع علشان تلمح شبكة، فروني بيلمحها وهو راكب الموتوسيكل بتاعه وبيقع في جمالها، بس هي ما بتاخدش بالها منه وبتكمل مشي وبتروح على طول على القسم وتقول للظابط أنا عاوزة أعمل بلاغ ضد إيبيل وعاوزة حد يروح المخزن بتاعه وينقذ العائلات اللي خطفها. فالظابط قال لها مفيش حاجة من دي بتحصل أصلا. قالت له أنا عندي 280 ألف متابع وأقدر أفضحكم كلكم دلوقتي. وبتقول له هتكتب البلاغ ولا لأ؟ فطبعا بيكتبه، بس مفيش حد في الاسم كله عنده الجرأة يقرب من مخازن إيبيل. هنا فيكرام بيطلع لقدام ويقول هو ده بالظبط اللي أنا جاي عشانه. فالمأمور قال له تمام يا بطل، جه الوقت تثبت نفسك، انت اللي هتروح للمخازن دي وتحرر العائلات اللي هناك. وبيحيوا البطل فيكرام، ففيكرام بيتصدم ويقول قبل ما اوافق انا محتاج ادخل الحمام بسرعة. وهو في الحقيقة بيدخل الحمام علشان يكلم روني ويحكي له كل حاجة. فروني قال له وافق وقول لهم انك هتروح لوحدك. ففيكرام بيوافق وبيروح للمخزن لوحده وبيدخل ويلاقي كل العائلات محبوسة هناك، بس مفيش ولا فرد من العصابة في اي حتة. وبيفضل ماشي حوالين المكان وفجأة في ايد بتمسكه من ورا وتكتم بقه، ده بيكون روني. بيقول له اهدى، ففيكرام قال له اهدى ايه، ده مفيش حد هنا اصلا. فروني قال له بص تاني كده، ففيكرام بيبص بيلاقي العصابة كلها داخلة من كل اتجاه. فروني قال له هم كانوا عارفين انك جاي وعملوا لك فخ. بص الخطة، هتمسك زرار النور ده واول ما تسمعني بصفر اقطع الكهرباء، ولما اصفر تاني رجع النور. ففيكرام قال له علم وينفذ. وروني بيصفر والدنيا بتبقى ضلمه كحل، بيدخل فيهم كلهم كانه بلدوزر، وبيكون رجاله مطلعين سكاكين ومحوطينه من كل زاويه وهو مش فارق معاه اي حاجه. ولما النور بيرجع مفيش ولا راجل لسه واقف على رجله. فروني بيرجع لفيكرام ويقول له ادخل جيب الرهاين وخرجهم من هنا. وبعدين روني بيخلع في السر وفيكرام بيحرر كل الرهاين وبيخرج بيهم، وبعدها البلد كلها بتتقلب. الضابط فيكرام بقى هو البطل اللي قضى على اخطر عصابة في الهند، وإيبيل بيعرف وبيكون هيتجنن من الغضب. وتاني يوم العم بيقول لفيكرام انت كبرت خلاص واحنا هنجوزك. ففيكرام قال له على جثتي انا وروني. فروني بيتدخل وبيقول طالما عمي اختار بنت حلال يبقى مفيش مشكلة، انا هروح واشوفها بنفسي. بيروح هناك واخت العروسة بتخرج وروني بيتجمد مكانه لانها طلعت سيئة، هي كمان واقفة في نفس الصدمة. وبيفضلوا ساكتين ومحرجين لحد ما عمهم بيدخل ويقول روني اخو العريس وسيا اخت العروسه، وشهم هما الاتنين بينور عشان فيكرام هيتجوز اختها في الاخر. وفي الفرح سيا مكسره ارض الرقص ومولعه الفرح، فروني بيتفرج عليها وبعدين بيخرج يرقص معاها وبيقفلوا قاعه الفرح كلها برقصهم. وفي نفس الوقت إيبيل عمال يلطش في رجالته ويقول لهم ازاي ظابط جديد يدخل المخزن بتاعي وياخد كل العائلات، انا عرفت ان عنده اخ صغير، بكره الصبح تخطفوه ويتكلموا الظابط ده واول ما يظهر نخلص على الاتنين. وتاني يوم الصبح رجاله إيبيل كانوا مستنيين روني، فروني بيظهر في الطريق وبيلاقي كلب بلدي غلبان بيشيله، بيقرر يوديه لمركز رعايه. فبيشاور لرجاله إيبيل ويقول لهم ممكن توصلوني معاكم في الطريق، انا محتاجه اودي الكلب ده في حته. فبيركبوهم معاهم وهم فاكرين انهم كده خلاص، واول ما العربيه بتتحرك بيطلعوا الاسلحه عليه، وروني بيستسلم تماما من غير اي مقاومه. فبياخدوه على طول لإيبيل. فإيبيل قال له انا عارف انك ما عملتش حاجه بنفسك، بس احنا جبناك هنا عشان نخلي اخوك يجي ونقتلكم انتوا الاتنين. فبيكلم فيكرام وفيكرام بيرد ويقول مين معايا. فإيبيل بيقول له انا إيبيل. ففيكرام بيقفل في وشه السكه، فإيبيل بيتصل بيه تاني ويقول له اياك تقفل السكه تاني، افتح السبيكر، انا عاوز كل اللي حواليك يسمعوا اللي انا هقوله لك. ففيكرام بيفتح السبيكر وإيبيل بيقول له عندك حلين، تيجي هنا حالا يا اما هخلص على اخوك. فيكرام بيقفل السكه تاني لانه مش مصدق ان روني ممكن يتخطف اصلا. بعدين روني بيكلمه بنفسه ويقول له الحقني يا اخويا، الرجاله دول بيتكلموا بجد، تعالى خدني من هنا واقبض عليهم. فيكرام بيفهم اللعبه على طول ان روني عايز يتعامل مع الرجاله دول بنفسه، وعاوز فيكرام هو اللي يكون هناك عشان القضيه والقبض عليهم يتحسبوا له. فإيبيل بيقول لرجالته لو الضابط ما جاش خلال 10 دقايق خلصوا على اخوه. والوقت بيمر وفيكرام ما بيظهرش وبيقربوا ينفذوا كلامهم، بس روني بيضربهم واحد ورا التاني
وعلى ما فيكرام بيوصل بيكون باجو متقيد وجاهز كأنه هدية. فيكرام بياخده ويرميه في الزنزانة ويقول لتريباتي جهزوا النهاردة هناخده للمحكمة. وهما في الطريق للمحكمة الشارع كله بيكون واقف ومسدود. تريباتي بيخرج علشان يشوف في ايه، بيلاقي روني في نص خناقة. فيكرام بيقول له هاته هنا، فتريباتي بيجيبه وفيكرام بيقول له كلبشه وحطه ورا. تريباتي بيقول له بس يا فندم ده اخوك. فيكرام بيقول له القانون بيمشي على الكل حتى اخويا، وبيكلبشوا روني جنب باجو بالظبط. بس بعدين روني بيمسك باجو وينط بيه بره العربية وهي ماشية. ففيكرام بينزل وبيلف لتريباتي ويقول له مش ده الراجل اللي قتل بنتك؟ دي فرصتك خدها. فتريباتي بيمسك السلاح وبياخد حق بنته. الموضوع كله كان خطة روني من الأول. تريباتي بيكون متأثر جدا وبيحضن فيكرام. بالليل فيكرام بيرجع للبيت ومضغوط، وروني بيقول له في ايه تاني؟ فيكرام قال له بسبب ان الحاجات ماشية كويس، سلموني ملفات كل المجرمين الكبار في البلد. فروني قال له وطيب فين المشكلة؟ ففيكرام قال له انا عمري ما هقدر اقضي على اي حد فيهم لوحدي. فروني قال له انا موجود هنا ما تقلقش خالص. ومن ساعتها روني بقى يخلص على الملفات دي واحد ورا التاني، وفيكرام هو اللي بيقبض عليهم. ومع كل مهمة فيكرام بيترقى واسمه بيكبر، والأمور بتمشي تمام لحد كده، لحد ما الوزير بيطلب اجتماع عاجل ويقول لفيكرام إيبيل كان بيخطف عائلات من الهند ويشحنهم لراجل اسمه أبو جلال في سوريا. بما إنك أفضل ضابط في البلد دي أنت هتطير لهناك عشان تخلص الأوراق الرسمية وتسلمها للسلطات المحلية هناك. ففيكرام بيرجع للبيت ويلم هدومه، وروني بيوصله للمطار. وفي الطريق فيكرام بيقول له ما تيجي معايا يا صاحبي. فروني قال له انت رايح علشان ورق، لو مشيت وراك في كل حتة الناس هتبدأ تربط الخيوط ببعضها. فمراته بتحضنه وهي بتودعه وبتقول له ما تقعدش كتير هناك انت هتبقى اب قريب. فبيركب للطيارة وبينزل في سوريا وبيكلم روني. وهما بيتكلموا بيكون في خبط على باب الأوضة في الفندق، بيفتح الباب وبيترمي على طول على الحيطة 2 رجالة عمالقة بيطحنوا فيه ضرب. وروني هيتجنن على التليفون وهو سامع كل حاجة. واحد بياخد فيكرام وبيمشي والتاني بيمسك التليفون. فروني قال له لو حصل اي حاجة لاخويا انا جايلكم انتوا الاتنين. الراجل قال له احنا مش 2 بس ولا 100 ولا 1000، ده بلد كامل. فروني قال له اقسم بالله لو كان جيش كامل لقضي عليهم كلهم. الراجل بيقفل السكة وبيكسر التليفون. فروني وسيا بيطيروا على طول على سوريا، واول محطة بتكون اسم الشرطة. روني بيشرح كل حاجة والضابط بيقول له احنا هنحتاج ننسق مع السفارة الأول. فروني بيقول لسيا الموضوع ده هياخد وقت، وبيخرج بره. وفي ساعتها بيظهر عيل اسمه أخطر ويقول له لو عايز أخوك امشي ورايا. فروني بيمشي وراه والواد بيطلع حرامي غسيل وشلته كلها بتحوطهم بالأسلحة. أخطر قال له فضي جيوبك. فروني بيوقع منه السكينة، وعلى ما أخطر بيحاول يجيبها يكون روني خلص على الشلة كلها. أخطر عمال يرعش ويقول بص يا صاحبي انا سمعتكم وانتوا بتتكلموا مع الضابط وفهمت قصة اخوك كلها، والله انا بس بروح اسرق علشان اكل واكل اختي، ملهاش حد غيري. فروني بيديله فلوس وبيمشي. اخطر بيجري وراه ويقول له انت طلعت راجل اصيل سيبني اساعدك. فروني قال له تعرف حد اسمه ابو جلال غازي؟ اخطر قال له يا عم انا على قد حالي ما بعرفش غير الحرامية اللي زيي. وهنا روني بيتذكر ان فيكرام قال ان محفظته اتسرقت في المطار حوالي الساعة 6 المغرب. بيقول لاخطر على الوقت، فاخطر قال له تعالى معايا، وبياخدهم على طول لكبير الحرامية هناك. وبتكون محفظة فيكرام موجودة هناك بالظبط وجواها اسم الفندق بتاعه. وبيروحوا الفندق وروني بيمشي في الأوضة وهو بيتخيل لحظات أخوه الأخيرة في عقله، وبيدخل في حالة صعبة جدا. فسيا بتلاقي تليفون فيكرام، فأخطر قال له استنى ما تمسحش البصمات، مين كان آخر واحد لمس التليفون ده؟ وبياخدهم لصاحبه هاكر وبيطلع البصمات ويجيب الاسم بالكامل والعنوان. وبيروحوا البيت الراجل، واول ما بيوروا صورته للعيال اللي بره كلهم بيصفروا مع بعض في نفس الوقت كإشارة للهدف علشان يهرب. بس روني بيكتشفه على طول عند الشباك وبيبدأ يجري وراه بأقصى سرعة وبيحصله، والراجل بيطلع مش سهل. بيدخل في طحن مع روني ويقول له انت عاوز اخوك؟ انا هخلص عليك الاول وبعدين اروح اخلص عليه. فروني بيضربه ويقطعه ويجري وراه لحد ما يمسكه، وبيقعد على ركبه قدامه ويقول له ابوس ايدك بس قولي اخويا فين. الراجل قال له خلاص هقولك. وفجأة عربية بتطير وتخبط الراجل وتجري. فروني بيجري عليه وبيكون اخر خيط بيوصله لاخوه ضاع. وفي نفس الوقت فيكرام لسه مع إيبيل وخلاص بيقربوا ينقلوه هو وكل الرهاين لمنطقة أبو جلال. فروني بيفوق لنفسه ويفهم ان إيبيل لازم يكون عارف مكان فيكرام. فسيا بتمسك تليفون وبتبعت لإيبيل رسالة على اساس انها بتحدد معاه ميعاد مقابلة، وبيوافقوا على مكان ويروحوا هناك. بس ابو جلال كان رايح لنفس المكان
والشرطة بتظهر وبتحاول تقبض عليه وتبوظ الخطة كلها. وروني بيمشي وسط الزحمة بيدور على إيبيل في الوقت اللي أبو جلال واقف فيه في وسط نفس الزحمة، وروني ما يعرفش هو مين أصلا. فالشرطة بتمسك إيبيل والضابط بيقوله فين أبو جلال؟ إيبيل قاله على جثتي. أبو جلال بيدخل في منطقة قريبة وبيغير شكله بالكامل وبيخرج لابس زي الشحاتين وبيمشي جنب الكل ومحدش بيشك فيه خالص. فالضابط بيضغط جامد على إيبيل وروني بيتدخل ويقول سيبه ده ليا، وبيركب معاه ورا. وأبو جلال بيبعت رجالة يمشوا ورا العربية ويشوفوا لو إيبيل هيفتن عليه. فروني بيعمل تمثيلية مع إيبيل، بينزلوا يقعدوا في قهوة وروني بيطلب له شاي ويديله فلوس ويقوم ويمشي كأنهم لسه عاملين اتفاق. فرجالة أبو جلال بيراقبوا كل حاجة ويكلموه ويقولوا له يا زعيم ده قاعد مع الشرطة، وادوله فلوس كمان، الراجل ده باعنا خلاص. فأبو جلال قال لهم خلصوا عليه حالا. فرجالته بيتحركوا على إيبيل، فإيبيل بيترعب ويجري على طول على الشرطة. وخطة روني كده بتكون نجحت بالظبط زي ما رسمها. فبيركب إيبيل معاه ويقول له مش قلتلك هيجوا وراك؟ اتكلم بقى مين أبو جلال وفين الاقيه؟ فإيبيل بيعترف بكل حاجة وبيقول إن أبو جلال عنده منطقة كاملة خاصة بيه، أبراج مراقبة في كل زاوية، مئات الرجال المسلحين على مدار الساعة، ودبابات وطيارات بتحمي المركز. وبيقوله من الآخر أنت محتاج جيش كامل علشان توصل للراجل ده. وبيلفوا عشان يسألوا روني عن رأيه، بيلاقوه خلع خلاص، مشي في السر وبدأ المهمة لوحده، وبياخد أبراج المراقبة واحد ورا التاني. بعدين بيعمل فخ للعربيات اللي بتحمي الرهاين ويخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيوصل للمكان اللي فيه الرهاين ويبص في الوشوش ويدور على فيكرام. بس فيكرام مش هناك، ما بيكونش قدامه حل غير انه يدخل للمركز بالظبط بتاع منطقة ابو جلال. وعند البوابة بيلاقي 3 طيارات مستنيينه، بيطلع على الاولى ويشد الطيارين بره ويدمر المحركات ويتحكم في ال3 بحيث يخبطوا في بعض وينفجروا كلهم. ورجالة اكتر بتفضل تيجي. وابو جلال بيعرف باللي بيحصل ويقول هو انهي جيش اللي بيضربني دلوقتي، امريكا ولا روسيا ولا الموساد؟ فقالوا له ده روني بس. وسيا بتظهر في المكان علشان تدعمه، وفي 4 دبابات داخلين عليهم على طول. فروني بيتحرك يمين وشمال ويتفادى كل حاجة، وبكل احترافية بيخلي ال4 دبابات يدمروا بعض. بعدين بتخرج مجموعة رجال مسلحين، بيمسك باب الطيارة ويستخدمه كدرع يصد بيه كل الرصاص لحد ما يخلصوا خالص. وبعدين بيقرب ويخلص عليهم كلهم. واحد من رجالة أبو جلال شفته وسبته يمشي، وده كان أكبر غلطة ليا. فيكرام قال له لأ، الغلطة كانت غلطتي أنا. في كل مرة كنت بقع في مشكلة كانت في حاجة واحدة بس محتاجة أقولها، روني هنا. وفي الوقت المناسب بالظبط روني بيكسر الباب ويدخل ويجري على طول على فيكرام مش مصدق نفسه، وبيلمس الجرح اللي في وشه ويقول له دم تاني. ففيكرام قال له بس المرة دي جابوني بجد، يلا نمشي من هنا يا روني. فروني قال له لو كانوا ضربوني أنا كنت همشي، بس هما ضربوك انت. فأبو جلال قال له الموضوع محتاج ايه علشان يخلص؟ فروني قال له هاخد اخواتي ونمشي. فأبو جلال قال له تمام، خد اخوك وامشي. فروني قال له باين عليك ما سمعتنيش كويس، انا هاخد كل اخواتي الهنود والباكستانيين معايا. فبيبصوا لبعض ويوافقوا، وروني بيبدأ يخرج كل الرهاين. بس بعدين أبو جلال بيمسك سيا من ورا ويثبتها، ورجالته بيسيطروا على روني في نفس الوقت ويقفلوا على سيا وفيكرام جوه قفص. فرجالته بيبدأوا يضربوا في روني وهو بيستحمل ومستسلم لأنه شايف فيكرام جوه القفص عمال يحاول يقطع السلك عشان يخرج. بعدين واحد فيهم بيضرب روني في بطنه بسيخ حديد، وفيكرام بيكسر القفص ويخرج ويدخل فيهم كلهم واحد ورا التاني ويديهم علقة محترمة. فروني بيتفرج على أخوه وهو بيطحنهم وحاسس بالفخر جدا. وسيا بتخرج من القفص برضه، وأبو جلال بيقرب يخلص على فيكرام، بس روني بيقوم على حاله ويقضي على أبو جلال للأبد. وكلهم بيرجعوا للهند، وفيكرام بياخد ترقية ضخمة جدا بسبب اللي الكل بيسميه إنجاز تاريخي. وروني واقف هناك بيتفرج على أخوه وفخور بيه لدرجة ملهاش حدود. ومع اللقطة دي بينتهي الفيلم بتاعنا وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك بقى، ولو لسه مش مشترك اشترك بقى. بحبكم كلكم وباي باي بقى.